بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج غايات قرآنية نقف اليوم مع الحلقة 29. الحلقة 29 ومع غاية مهمة جدا من الغايات العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة لم أستكمل في هذا البرنامج بطبيعة الحال كل الغايات، ولكن ما استطعنا إن شاء الله أن نصل إليه هو بقية الآن بعد هذه الغاية غاية أخرى ونكمل فيها البرنامج. هنا أحب أن أقول بأن كل الحلقات السابقة التي تكلمنا فيها 28 حلقة كلها كانت عن غايات لها علاقة بسعي الإنسان، يعني الإنسان يسعى إلى هذه الغايات ويعمل على تحقيقها ويعمل على حصولها. هذا نمط من أنماط الغايات في القرآن الكريم. هنالك نوع آخر في الغايات، حقيقة هي جملة من الغايات ولكن لم أتمكن حقيقة من أن أخذ كثير منها، سأخذ فقط حلقتين، هذه الحلقة والتي تليها، حول بعض الغايات التي هي من الله إلينا. يعني بعض الغايات يريدها الله سبحانه وتعالى وتحصل من الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا. واحدة من هذه الغايات التي هي في حقيقة الأمر دورنا فيها سيكون إن شاء الله كيف نحاول أن نتجاوب مع هذه الغاية ومع هذا المقصد. هذه الغاية هي غاية الابتلاء. الابتلاء حقيقة من حيث اللفظة ومن حيث المفهوم ربما كثير من الناس ينفر من قضية الابتلاء ويحس بأن موضوع الابتلاء مرتبط بالمصائب، مرتبط بالأضرار، مرتبط بهذا المفهوم على كل ذي ممكن يكون يلصق بالناس لاعتبارات كثيرة جدا. فعلى كل نحن اليوم إن شاء الله نتحدث عن غاية الابتلاء. هذه الغاية التي نلاحظها في جملة من النصوص القرآنية، ولكن أهم آية وردت فيها موضوع كون الابتلاء غاية من الغايات قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنا نلاحظ تظهر عندنا غاية الابتلاء، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان، خلق كل عوالم ما نحن فيه لمسألة مهمة جدا وهي عملية الابتلاء. الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا نلاحظ الإنسان لا يسعى لأن يبتلى، لا يسعى لأن يبتلى طبيعة الحال، ولكن أيضا يدرك أنه مبتلى، وبالتالي يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية والنجاة والفلاح عند الابتلاء. هذه كل ما نستطيع أن نفعله. يعني نحن أمام الابتلاءات عندنا جملة من القضايا إن شاء الله سآتي إليها كيف يمكن أن نتعامل مع ظاهرة الابتلاء، ولكن الابتلاء حتمي وهو واقع في طريقنا وسبيل، ونحن سائرون إلى الله سبحانه وتعالى مبتلون في هذا الدرب. وهنا نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى ذكر غاية الابتلاء في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الابتلاء مراد لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر ويمتحنهم ويمحصهم، ويظهر من خلال حالة الابتلاء جملة من الإيجابيات والمحاسن إن شاء الله التي سنتكلم عنها. وبالتالي هذه الغاية مطلوب من العبد أن يجتاز الاختبار ويجتاز الامتحان، لكنه حتما لا يسعى للبلاء. لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مقابل كل ابتلاء مطالب فيها الإنسان بأمر شرعي. إذا ابتلي بالخير عليه أن يشكر، وإذا ابتلي بغيره عليه أن يصبر. إذا نحن أمام الابتلاء إما أن نكون شاكرين وإما أن نكون صابرين. هذه الحالة، يعني ليس هنالك شيء آخر في موضوع. وهذه كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله أصل الدين كله أن تكون شاكرا وصابرا. يعني كل المصائب تقابل بالصبر، وكل النعم تقابل بالشكر. والإنسان في نهاية المطاف إذا بلغ مبلغ الشكر ومبلغ الصبر فإنه قد بلغ مبلغا عظيما. هذا هو الأمر الشرعي المكلف به الإنسان إزاء الابتلاءات، والابتلاءات حتمية، لا مجال للإنسان إلا أن يبتلى كما ذكر ذلك أحد العلماء عندما قيل له أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو أن يبتلى، فقال لن يمكن حتى يبتلى. فالتمكين بطبيعة الحال
مرتبط كذلك ونحن ذكرنا ذلك بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يعني لا يمكن الإنسان أن يمكن إلا أن يكون قد ابتلي. ولذلك نجد هذا المفهوم، مفهوم الابتلاء، نجده في جملة من النصوص. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا نحن أمام مفهوم الابتلاء ومفهوم الفتنة ومفهوم التمحيص. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم، يقول الله أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذا كل ذلك يدخل فيما نحن بصدده في مسألة الابتلاء والاختبار والامتحان من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان هذا المفهوم مفهوم مركزي في القرآن الكريم وهي غاية من الغايات العظيمة، ونحن مبتلون من الله سبحانه وتعالى، يختبرنا يمتحننا لينظر ماذا نحن فاعلون وماذا نحن عاملون في مسألة التمكين، في مسألة الاستخلاف، في مسألة التعبد. إذا لا بد أن نعرف ما هو الابتلاء. ما هو الابتلاء؟ المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي لموضوع الابتلاء يكاد لا يخرج عن الاختبار والامتحان. إذا قيل لك أنت مبتلى معناه أنت ممتحن، أنت مختبر، أنت يمحصك الله. هنالك على كل جملة من البلاء والابتلاء والفتنة والامتحان والاختبار والتمحيص، هذه كلها مفاهيم تدور حولها فكرة فكرة الابتلاء أو غاية الابتلاء. يعني هذه الخمسة كلها تشترك جميعها في الدلالة على معنى واحد وهو الاختبار. وبالتالي هنا لا أقف كثير على موضوع ما قاله أهل اللغة وكذلك أهل الاصطلاح لأن الصورة واضحة فيما يتعلق بالمفهوم. نأتي إلى الابتلاء في القرآن الكريم. ورد مفهوم الابتلاء أو وردت مفردة الابتلاء في الاستعمال القرآني 36 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، 34 منها فيما نحن فيه، يعني بلى يبلو بلوناهم. هذا الابتلاء بهذه الصيغ وردت 36 مرة، لكن ما يلينا منها هو 34 صيغة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى ماضيا ومضارعا وغير ذلك. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء مقصود منه الاختبار والامتحان، امتحان واختبار، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل عباده يختبرون ويتم استكشافهم وكشف حقيقتهم، وليعلم الله سبحانه وتعالى من الصادق ومن الكاذب، من المدعي، من هو صاحب الثبات إلى غير ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله سبحانه وتعالى بالنسبة لعباده يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن، وما هو كائن في المستقبل وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ليست هنالك مشكلة بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، فهو علم محيط بعوالم الزمان والمكان، يعني ليس هنالك شيء يحول دونه. ولكن هنا المقصود التكشف حتى يتم التعرف في حالة الامتحان والاختبار، حالة الامتحان والاختبار بالنسبة لمن يبتلون. وبالتالي الابتلاء سنة ماضية في الخلق إلى قيام الساعة ولا بد منها. والله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأخبر بخلقه، ولكن مقتضى الامتحان والاختبار والمسؤولية يجري على طريقة الابتلاء. اختبار، امتحان، تمحيص، كشف، كل ذلك يمر بهذه البوابة الكبيرة اللي هي بوابة الابتلاء. لأن الله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. سبحان الله، هذه مسألة الآن قضية البلاء والابتلاء وفائدة هذا الموضوع. وعلينا أن ندرك بأن الابتلاء
قد يكون لاختبار الصدق الإيماني أو للثبات أو لغير ذلك. وبالتالي نسأل أنفسنا سؤال: ما هي غاية الابتلاء؟ يعني ما هي غاية الابتلاء؟ لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ وهنا سأتي إن شاء الله لموضوع الحكمة، لكن هنا الغايات التي تتحقق من خلال الابتلاء. هنالك 3 غايات أساسية تتحقق من خلال الابتلاء والاختبار والتمحيص والفتنة، كلها معاني متقاربة. الأول هو اختبار صدق الصادقين، واختبار أهل الإيمان، اختبار صدقهم واختبار حقيقة إيمانهم، كما في قوله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمتى ما آمن الإنسان فهو مهيأ بعد ذلك للاختبار، وهذا الاختبار سنأتي إلى أنواعه، قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. لكن هنا ما يهمنا فيه أن من الغايات الأساسية للابتلاء هو معرفة الصادق من الكاذب في الإيمان. أيضا الأمر الثاني من الغايات الأساسية كذلك في موضوع الابتلاء مدى الثبات وعدم الثبات على الإيمان. الصدق وعدم الصدق هذا شيء، والثبات هذا شيء آخر. فإن المؤمن بعد أن يعلن إيمانه ويسير على هذا الدرب تمر عليه المحن والابتلاءات والتمحيص والفتن والزلزلة، فمن ثبت على إيمانه فقد نجا، ومن لم يثبت على إيمانه فقد هلك والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا طبعا ابتلاء الاختبار على ثبات الإيمان، اختبار على ثبات الإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. أيضا من الغايات الأساسية التي تتحقق من خلال عملية الابتلاء لزيادة الإيمان ورفعة الدرجات. يعني نلاحظ الآن موضوع الابتلاء كله يدور معنا حول فكرة أو حول موضوع الإيمان، صدق الإيمان، الثبات على الإيمان، زيادة الإيمان ورفعة الدرجات فيه. وهذا طبعا مفهوم واسع جدا فيما يتعلق بقضية المحبة واختبار الخلة وغير ذلك. كل ذلك يحصل معنا بالمفهوم الثالث. فلعل ذلك نجده مع إبراهيم عليه السلام، موضوع الإيمان والرفعة، وهي تحصل مع كل عباد الله، ولكن نلاحظ عند الأنبياء يعني كانت مجربة بشكل كبير، وواضح الصورة فيها مع إبراهيم عليه السلام عندما ابتلي في ولده إسماعيل. ابتلاه الله سبحانه وتعالى ليمحص قلبه، وأن تكون الخلة لله وحده، وأن تكون المحبة خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يزاحم محبة الله محبة غيره. فأمر الله تبارك وتعالى إبراهيم بأن يذبح ابنه وحبيبه إسماعيل عليه السلام. نخرج فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نتحدث عن الغاية التي تتحقق من خلال الابتلاء. ذكرنا بأنها غايات إيمانية، صدق الإيمان، لأن الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء فما أكثر من يقولون آمنا. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كثير من الناس يدعي الإسلام، كثير من الناس يدعي الإيمان، ولكن هنالك محطات ومحكات يستطيع الإنسان أن يتبين فيها من الذين صدقوا مع الله، من الذين باعوا أنفسهم حقيقة لله، من الذين فعلا دخلوا في هذا الدين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلب رضوانه جل جلاله، وبين من يبحثون مثلا عن طريق هذا الدين نفسه إلى بعض المصالح الدنيوية أو بعض المكتسبات التي لا تجاوز هذه الدنيا وزخرفها. نأتي إلى أنواع الابتلاء. مجرد ما الإنسان يسمع كلمة الابتلاء يتبادر إليه الابتلاء بالمصائب، الابتلاء بالشر. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء على نوعين. أولا الابتلاء الذي أسميه الابتلاء القدري الكوني، والابتلاء التشريعي. فهنالك ابتلاء بأقدار الله تبارك وتعالى تتنزل في شكل خير أو شر، وهنالك الاختبار والابتلاء عن طريق الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي. فالجانب الأول من الابتلاء هو الابتلاء بالخير والشر، الابتلاء بالخير والشر.
فيكون ابتلاء من الله لعباده بالسراء والضراء والسعادة والشقاء والراحة والرفاهية والكد والتعب، ويبتلي الإنسان بما يسره وما يسوءه، وما يعجبه وما لا يعجبه، وما تستريح إليه نفسه وما يكره. كل ذلك يمكن للإنسان أن يبتلى به. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم بعد ذلك القضية إما صابر وإما شاكر. إذا كان والله ابتلاك الله بالخير مطالب بالشكر، ابتلاك الله بالشر مطالب بالصبر. فأنت على كل هنا في الابتلاءات القدرية، هذا أول فائدة هذا النوع من الابتلاءات. سبحان الله، هو واحد من الأشياء المهمة جدا في الدنيا. يعني أتاح الله سبحانه وتعالى لنا كمكفرات 4 قضايا: أتاح لنا التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. المصائب هذه المتاح لنا في الدنيا: توبة واستغفار، حسنات ماحية، مصائب مكفرة، كما يقول علامة ابن القيم عليه رحمة الله. فهنا أنت في المصائب يجب أن تقابلها بالصبر. فإذا قابلتها بالجزع، قابلتها بالاستياء، قابلتها بالكفر، قابلتها بالاحتجاج على الله، فشلت في الاختبار. قابلتها بالصبر، قابلتها بالشكر، قابلتها بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وأن الله ما ابتلاك إلا لخير، وأن ما وقع بك لم يكن إلا لحكمة يعلمها الله. هنا تكون أنت قد نجحت في قضية الابتلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ويقول: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذا نلاحظ الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر، بالحسنات والسيئات. فنحن على كل مبتلون بالخير ومبتلون بالشر، ولكن للأسف الشديد الناس طبعا قد تكون أقرب وأكثر فهما لمفهوم الابتلاء بالشر. إذا نزلت عليها مصيبة تدرك بأن الله هذا نوع من الابتلاء، وقد يكون عقوبة من العقوبات نحن لا ندري. وهذه على كل قضية طويلة، يعني قد يصعب الآن في هذه الحلقة أن أدخل فيها قضية العلاقة أو ما الفرق ما بين العقوبة من الله والابتلاء من الله. لكن عموما العقوبات ترتبط بالذنوب والمعاصي، والابتلاءات لا يلزم أن ترتبط بالذنوب والمعاصي. فقد يبتلى الأنبياء ويبتلى الصالحون ويبتلى أهل ولاية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذا نحن مبتلون. وهنالك حقيقة في هذا الاتجاه، في اتجاه الابتلاء بالمصائب بالأقدار، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ابتلى قارون بالمال وفشل، وابتلى سليمان بالملك، سليمان وذو القرنين ابتلاهم بالملك ونجحوا، وابتلى الله سبحانه وتعالى أيوب في نفسه وأهله وزوجه وأولاده وذريته فصبر ونجح وكان من الفائزين. وابتلى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالكثير من المصائب والابتلاءات ولكنهم سقطوا. فهنالك على كل جملة من النماذج فيما يتعلق بنموذج الخير ونموذج الشر. وعندنا نموذج الخير: سليمان آتاه الله ملك، ذو القرنين آتاه الله ملك. هنالك من آتاهم الله ملكا وفجروا مثل فرعون. عندنا في موضوع الأموال آتى الله سبحانه وتعالى الكثير من الناس الأموال ونجحوا، وآتى الله سبحانه وتعالى قارون مالا فسقط، قال إنما أوتيته على علم عندي. فنحن هنا على كلنا النماذج كثيرة جدا فيما يتعلق بالابتلاء. النوع الثاني من أنواع الابتلاء هذا ابتلاء بالمصائب، ابتلاء بالأقدار، بأقدار الله والمصائب وغير ذلك. هنالك الابتلاء بالأمر والنهي، ونحن يقولون دائما القدر أو أقدار الله إما أن تكون أقدار كونية وإما أن تكون أقدار شرعية. فأقداره الشرعية هي أوامره ونواهيه. يبتلين الله سبحانه وتعالى كذلك بموضوع التكاليف الشرعية، فيبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بالتكاليف الشرعية ليتبين كذلك الصادق من الكاذب، ويتبين كذلك المصيب من المخطئ. فالله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الطبري: ليختبركم فينظر أيكم له أيها الناس أطوع وإلى طلب رضاه أسرع. والابتلاء بالأمر والنهي يسمى بالابتلاء التشريعي. وهنالك على كلنا الكثير كذلك من الابتلاءات التي حصلت لهذه الأمة في موضوع الأوامر، وحصلت في الأمم السابقة. فمثلا في الأمم السابقة ابتلى الله سبحانه وتعالى يعني بني إسرائيل، ابتلاهم في موضوع الصيد. ويوم السبت الله سبحانه وتعالى جعل يوم السبت محرم فيه الصيد على بني إسرائيل. ثم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل في هذا اليوم الصيد يكون أكثر، يعني الأسماك بدأت تظهر لدرجة أنها تملأ النهر. فهنا وقع البلاء، والله عز وجل يختبر الناس، يختبرهم والله هل فعلا
كما قال الله سبحانه وتعالى في لقوم طالوت: ابتلاهم الله بأن لا تشربوا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار في الأمر. هنا نلاحظ الله سبحانه وتعالى يقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك بلوناهم بما كانوا يفسقون. ونلاحظ أيضا من أنواع الابتلاءات تحويل القبلة، فكثير من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما حولت القبلة حصلت لهم فتنة، والله عز وجل يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. وكذلك الله سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة رضوان الله عليهم في موضوع الصيد، وهم ذاهبون إلى الحرم محرم عليهم أن يصيدوا، ومع ذلك ابتلاهم الله بالصيد وظهر أمامهم حتى الواحد منهم تأتي الصيد بالقريب منه. والله عز وجل حكى ذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم من يخافه بالغيب. فالله عز وجل يبتلينا بالأوامر والنواهي، أوامر الصلاة، أوامر الصيام، أوامر الصدقات، أوامر الخوف من الله سبحانه وتعالى، اجتناب المحرمات، كل ذلك نمط من أنماط الابتلاء. هذا على كل ما سميت به مسألة الابتلاء التشريعي. ومن أنواع كذلك الابتلاء التشريعي ابتلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ابتلاء الأنبياء. وكثيرا ما يقع بأنهم يتهمون بالسحر، يتهمون بالجنون، يتهمون بالكذب، ويبتلون في ذلك، يبتلون بالإخراج من الديار، يبتلون بالتعذيب إلى غير ذلك. نأتي إلى الحكمة إن شاء الله من موضوع الابتلاء. فنحن ذكرنا الغايات التي تتحقق، لكن عموما هنالك 4 حكم أساسية في موضوع الابتلاء. الحكمة الأولى في الابتلاء تكفير للسيئات. كثير من الناس عنده من الحسنات ما لا تكفي لما فعله من السيئات، عنده سيئات كثيرة، والله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد، أو يريد الله سبحانه وتعالى له الخير ويعلم ما في قلبه من الخير وما يعلم من إرادته للحق والهدى، ولكنه مقصر في أعماله. فهنا الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء على عبده من أسقام وآلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فنلاحظ كل ذلك، حتى الشوكة يشاكها العبد تكون له إن شاء الله مكفرة للسيئات. بعض الناس قد لا يكون عندهم تلك الذنوب التي يعني تحتاج إلى مكفرات، قد لا تكون لهم، خاصة الأنبياء والصالحون والأولياء قد لا يكون لهم ذاك، فالله سبحانه وتعالى يبتليهم لرفعة الدرجات. فإذا عندنا ابتلاء لتكفير السيئات، وابتلاء لرفعة الدرجات، وابتلاء لتمحيص المؤمنين الصادق منهم والكاذب. إذا هذه حكمة عظيمة جدا من الحكم. إذا عندنا من حكمته تكفير السيئات، ومن حكمته في البلاء رفع الدرجات. وكم من أناس كما ذكرت ربما لا يستطيعون الارتقاء إلى المقامات العليا السامية في الجنان، فالله سبحانه وتعالى يريد لهم رفعة ويريد لهم مقاما عليا، فيبتليهم الله سبحانه وتعالى ليرتقوا إلى هذا المقام إذا صبروا. لأنه إذا كان والله ابتلاك الله، المقابل هو الصبر، أو ابتلاك الله بالخير شكرت الله من خلال الشكر ومن خلال الكفر، من خلال الصبر تستطيع أن تدخل إن شاء الله في موضوع رفع الدرجات. أيضا التمحيص، هذه واحدة من الحكم العظيمة. ذكرت بأن الدعاوى كثيرة، دعاوى الإيمان، دعاوى الإسلام، دعاوى الإحسان كثيرة جدا، ولكن التمحيص هو الذي يظهر، الابتلاء هو الذي يظهر ويمحص الناس. أيضا من الحكم العظيمة أن الله سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات يهيئ حملة رسالته ويهيئ حملة دعوته للمحطات الصعبة والشاقة والقوية التي ستقابلهم. فالله سبحانه وتعالى مثلا في مكة ابتلى المؤمنين الأوائل ابتلاء عظيما، كانوا يعذبون في الرمضاء، وكانت يعني تمر عليهم الفترات طويلة جدا في التعذيب، ومع ذلك هذا الأمر كان الله يقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لكن ذلك هو الذي هيأ بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا حملة الرسالة، فيصبروا في مرحلة الجهاد ومرحلة الهجرة ومفارقة الأوطان ومفارقة الديار، كل ذلك بسبب أنهم تهيأوا من خلال ذلك. ما هو الشيء الذي يمكن أن يعيننا إن شاء الله على أن نكون من أهل الصبر وأهل الشكر في الابتلاء؟ أولا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ونحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فأعظم ما يعين الإنسان في البلاء إذا نزلت به مصيبة أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويسأله سبحانه وتعالى أن يثبته على
الأمر، نسأله عزيمة على الرشد، وكذلك أيضا التقوى من الأشياء المهمة جدا في الابتلاءات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، وكذلك طلب الاحتساب من الله تبارك وتعالى. وختاما أن يكون الإنسان مستسلما لأقدار الله تبارك وتعالى، وندرك بأن الله واختياره لنا من المصائب وغيرها إنما هو لحكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh